السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده هنفرز الملوخية معانا طول السنة، تفضل معاكي في الفريزر خضرة زي ما هي، يعني لونها ما يغيرش ولا تسود ولا أي حاجة، بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هنجيب كيلو ملوخية ونقطفه ونغسله ونسيبها كده على الصينية تنشف. وبعد ما تنشف معانا هنجيب الكبة معانا بقى، ودي شوربة. هنحط الملوخية كده في الكبة وننزل عليها ببق شوربة صغير خالص عشان تلف بس معانا بكل سهولة. واول ما نضرب كده من تحت شويه نقوم جايين حاطين تاني عشان تتضرب معانا بكل سهوله زي ما احنا شايفين كده. هضربها بقى، كل ما بتنقص معايا بزودها تاني، ما بفضيش الكميه لما الكبه تتملى على اخرها عشان تبقى ناعمه معايا وحلوه زي ما بتكوني مخرطاها بالمخرطه بالظبط. هنجيب بقى طبق ونفضي فيها اللي احنا عملناه. تفضل معاكي طول السنه خضرة، ولا بتسود ولا بيجرى لها اي حاجه في الفريزر. وبتطلعيها اول ما بتطلعيها، يعني انت هتكوني هتعمليها، هتكوني الشوربه بتغلي وتطلعيها من الفريزر، تحطيها في الشوربه على طول، ما تسيبهاش تفك. دي تفضل معاكي خضرة زي ما هي. هنا بعد ما خلصت كل الكميه بقى هنجيب نص كوبايه شوربه، نقلب فيها بقيه الكميه كلها اللي احنا عملناها. يعني كان معايا كوبايه شوربه محطهاش كلها، خدت نص كوبايه بالظبط. هنقلبها بقى فيها كده بتبقى تقيله زي ما هي بالظبط، هي بس دي بتحافظ عليها. ونحطها بقى في اكياس ونعبيها في الفريزر. ساعه ما تيجي تعمليها تطلعيها من الفريزر، تحطيها في الشوربه وهي بتغلي على طول، ما تطلعهاش تفك وبعدين تحطيها، او تطلعيها وحطيها وهي متلجه. تفضل خضره معاكي كانك لسه جايباها وعاملاها حالا. يعني مش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متنساش بتعليقاتكم عشان نعرف الفيديو عجبكم.